أسمع صوت الناي يعزف اللحن الحزين، يحرك أوتار قلبي. كفاك إنك تلامس جروحي فتقطرها دماء. صوت الناي قادم من تلك الحجرة القريبة من الباحة. لما لم أفكر في دخولها؟ أشعر أن أحدا يستتر فيها. ما بالك يا قلبي؟ أين جرأتك؟ لم تخف من أهوال الدنيا، والآن يزداد خفقانك وترسل الرعب لقدمي فتعجزان عن حملي. اصمد، تشجع، دعني أرى من يعزف الناي في الحجرة. ها أنا أقترب منها بخطى بطيئة. الصوت يخفت كأنه نهاية رنين يطنطن في أذني. كم ثقيل هذا الباب. أشعر بحركة داخل الحجرة. يا إلهي، لقد توقف العزف تماما. سأدخل الحجرة حتى لو كانت نهايتي فيها. ما هذا؟ تابوت آخر. ها هو الناي فوقه. لا أحد هنا. من العازف؟ تجرأ يا قلبي. دع يداي تلمس الناي. بحق الرب إنه دافئ، رغم الهواء البارد القادم من تلك النافذة المفتوحة، وعليه رذاذ أنفاس العازف. أين هو؟ من يكون؟ أيعقل أن يكون في التابوت؟ هل أفتحه؟ ما بالك أيها الجسد ترتجف كأنك راية في مهب الريح تتمزق. كم مرت عليك المواقف وأنت تداعب الموت. لا موضع لأقدامك إلا فوق الجثث. أسمع أنين الجرحى كأني أسمع سيمفونية تشايكوفسكي الدرامية الحزينة. ورباه، ما هذا؟ إنه رفاة جثة لم يبقى منها إلا عظامها. أيعقل أن الرفاة يعزف، أم أني فقدت قواي العقلية؟ أكيد أن العازف خرج من هذه النافذة الواسعة، لكن كيف؟ إنها تطل على الوادي السحيق، وادي الموت. أيها الشباب المخدوعون بوهم الحياة المرفهة، أنا دانيال. كغيري ركبت الصعاب وقايضت بحياتي. رافقني الشؤم ونعيق البوم، رثتني قبل موتي. تماديت فظللت طريق الحق. ضاقت علي الدروب وازدادت وعورتها، فجفت الإنسانية في عروقي لأعبر على جسد امرأة تحمل طفليها لأنال البر الآخر. ما ظننت أن تنال مني القوة القدسية الخارقة المسيطرة على الكون. الناي الحزين، رواية جديدة للكاتبة سحر رشيد، صدرت عن دار الأديب للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.